السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله معانا وصفة الكشري، طبعا حبيب الملايين كنا بنحبه، بس حاجات كتير بتعقدنا فيه، اللي هو حلله الكتير ودوشته. فالنهارده ان شاء الله هنعمله مع بعض بأسهل طريقة ممكن تشوفيها، وحرفيا بدون حلفان والله في نص ساعة هتكوني مخلصة الكشري ده. تابعي معايا الفيديو للآخر، ولو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. لو سمحتوا ما تنسوش اللايك، عشان يعني اللايك ده بيفرق معايا قوي قوي. يعني بيوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس. تمام. ففضلا منكم وليس أمرا، ممكن يعني تحطوا اللايك. نبدأ بقى الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الكشري الجميل ده ازاي. في حلة بقى نحط فيها شوية زيت حلوين كده، يعني كمية حلوة كبيرة كده. انا حطيت حوالي نص كوباية او اكتر شوية، عشان انا هعمل فيه المكونات كلها. تمام. ولسه هحمر فيه كمان البصل ده. انا جبت بصلايه كده قطعتها حلقات كده مدوره، ممكن تقطعيها زي ما تقطعيها بس تكون زي حلقات كده مدوره. وحطيت عليها معلقه نشا وقلبتها كويس كده فيها. تمام. وهنزلت بيها بقى في الزيت السخن كده عشان احمرها كويس بقى في الزيت، او بالشكل ده كده لحد ما تاخد لون ذهبي معايا زي ما انتم شايفينها كده، اللون الجميل ده ومقرمشه قوي. طلعتها بقى في طبق على منديل كده، وهاخد الزيت بتاعي ده بقى هصفيه كويس وانضفه من النشا اللي وقعت فيه. تمام. جيت هنا بقى بكوبايه من الشعريه. طبعا الكميات اللي انت عايزه تعمليها براحتك، حابه تضاعفي الكميات او تقلليها براحتك يعني زي ما تحبي. انا هنا حطيت كوبايه من الشعريه وهحمرها كده لحد ما توصل للون الذهبي ده. نزلت عليها بكوبايه من الرز اهو، نديه تشويحه كده كويس قوي مع الشعريه برضو. كميه الزيت دي بتساعدني ان الكشري معايا يكون مفلفل في الاخر. تمام، يعني ما تقلقيش منها خالص. هنا بقى نزلت كمان بالعدس بتاعي، كوبايه من العدس او حوالي كوبايه الا ربع كده حطيتها. تمام. بكون نقعاه حوالي ساعه في ميه سخنه قبل ما احطه على الرز والشعريه، واديهم تشويحه مع بعض كده. ونزلت بقى بالملح بتاعي والكمون. طبعا الكشري اساسه الكمون، مش بنحط عليه اي حاجات غير الكمون. وتركايه تانية هقولكوا عليها كده بس شويه كده. ونزلت بقى بكميه المكرونه بتاعتي فوق الحاجات بقى دي اللي انا حطيتها في الاخر عشان الاسباجيتي كده هتخليني مش عارفه اقلب. حطيت بقى الميه هنا عشان ما يطلعش معجن معاكي. الميه بتكون مقدارها بالظبط حوالي 2 سنتي فوق الحاجات دي كلها. تمام، مش اكتر من كده. ما تكتريش الميه وما تقلبيش عشان ما يعجنش منك كتير غير لما يتشرب. اما يبدا يتشرب معاكي تقلبي، لكن ما تقلبيش كتير والحاجات لسه لسه المكرونه الاسباجيتي على الوش هتتكسر منك ومش هتكون حلوه معاكي. مقدار الميه زي ما بقولك يكون حوالي 2 سنتي فوقيها. وهنا زي ما انتم شايفينه كده اتشرب. انا قلبته ووطيت عليه بقى خالص وسبته بقى مع نفسه شويه. هنا بقى في حله تانية حطيت فيها شويه زيت. نزلت عليها بقى بمعلقه كبيره كده مليانه من الثوم المهروس، حوالي معلقه كبيره او معلقه ونص، عشان انا هعمل بيها حاجتين برضو في الحله دي. وهشوحه كده يعني مش هدبله خالص يكون غامق، لا هنديله بس تشويحه بسيطه. ونزلت عليه بكميه الخل بتاعتي حوالي نص كوبايه من الخل. تمام. وهنا بقى معلقه كبيره من الكمون برضو اهو كده بالشكل ده. وهاجي بقى هجيب كده بولة تانية وهاخد منها شوية حوالي مغرفة. طبعا زي ما قلتلك حابة تضاعفي الكميات براحتك. هنا بقى دي الدقة بتاعتنا، وهتاخدوا ان شاء الله من الفيديو ده احلى دقة واحلى صلصة كشري ممكن تعمليها. طبعا بقى الكمية اللي هي في الحلة دي معانا انا هضيف عليها دي الدقة بتاعتي. ضفت عليها المية اللي هي فيها خل والثوم والكمون. تمام. هنا بقى حطيت الطماطم بتاعتي، عصير الطماطم، وحطيت له الملح. وكمان هحط بقى دي اللي تركايه الحلوه قوي هتديكي طعم صلصه الكشري كده زي الصلصه اللي بنجيبها من بره مع الكشري. دي معلقه بهارات مشكله بتاعه الاكل العادي. تمام، معلقه صغيره من البهارات تحطيها. وهنا كمان ضفت 3 معالق كده من الصلصه المركزه عشان تحمر لي لون الصلصه كده وتغمقها لي. وهنا بقى دي الدقه بتاعتنا حطيت عليها ميه بقى على المغرفه اللي انا خدتها دي، حطيت عليها حوالي نص كوبايه ميه والملح ومعلقه كمون صغيره. وطبعا الصلصه احنا حاطين عليها من الاول الكمون والخل. بصوا بقى الكشري مفلفل ازاي وجميل، حاجه كده زي العسل، كله في حله واحده. ولا تتعبي نفسك ولا تعملي كذا حله،
لا ده وفي نص ساعة هتكوني محضراه وجاهز معاكي. وكده الكشري بتاعنا قفلت عليه لانه كان خلص خلاص، والصلصة كمان بتاعتي اتسبكت وكانت خلصت كمان. خدت بقى من على الوش كده اللي هو ايه شوية زيت كده بشوية صلصة. تمام، هقول لكم انا هعمل فيهم ايه دلوقتي. بقى هضيف عليهم كده معلقة كده حلوة من الشطة، طبعا حابة تزودي. دي الشطة اللي هي بتكون الزيت اللي بتيجي مع الكشري من بره من المطاعم في اكياس كده، اسمها اللي هي ايه شطة الزيت. تمام، انا زودت شوية اهو كمان. حابة انت بقى ايه دي كده هتكون وسط. تمام، يعني معلقة ونص صغيرين هتكون وسط معاكي. لو حابة بقى انت حرقة اكتر ممكن تضيفي اكتر. تمام، وهنا بقى هنقدم الكشري بتاعنا. بصوا الكشري قد ايه مفلفل وجميل، مش معجن خالص، وحاجة كده ما شاء الله زي العسل اهو. وهنقدم الصلصة كمان. وكنت بقى في الوقت ده حضرت انا كمان طبق سلطة خضرة. وادي البصل بتاعنا اللي احنا عملناه في الاول، مقرمش قد ايه بجد مش عارفة اقول لكم، مقرمش قوي قوي قوي، حاجة كده نظافة وما شاء الله وجمال. يا رب الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك. ودي بقى كل الحاجات الحلوة اللي احنا عملناها جنب طبق الكشري، حاجة كده ما شاء الله نظافة وجمال. يا رب الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون عجبتكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، مع السلامة.